سؤال رقم 1. باش نتجاوز هاد صحاب الدراجات من الواجب عليا نخلي مسافة جانبية ما كتقلش على مترو. الجواب 1. 2 مترو. الجواب 2. نشغل مؤشر تغيير الاتجاه ديال اليسر. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 2. هاد العربة كتمشي بقل من 30 كيلومتر في الساعة. نتجاوز. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 3. نتجاوز. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 4. أنا في الوضع المناسب باش نوقف. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. نتوقف. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 5. باش نرتاح يمكن نوقف خلف السيارة الحمراء. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. نتوقف خلف السيارة الحمراء. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 6. السيارة كترجع للخلف. من الواجب نغير المسلك. الجواب 1. نقص من السرعة. الجواب 2. من الواجب نعطي حق الأسبقية. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. السؤال رقم 7. الحوادث على الطريق هما أكثر عدد من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. أكثر خطورة من الحوادث اللي كيوقعوا في وسط المدينة. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 8. الحوادث على الطريق السيار هما أكثر خطورة من الحوادث اللي كيوقعوا على الطريق العادية. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 9. كل يوم في المغرب في المتوسط كاين حوالي 216 جريح. الجواب 1. 104 جريح. الجواب 2. 10 د القتلى. الجواب 3. 8 د القتلى. الجواب 4. سؤال رقم 10. تحديد السرعة كيبدا على بعد 150 متر. الجواب 1. على بعد 300 متر. الجواب 2. ابتداء من العلامة. الجواب 3. سؤال رقم 11. أنا في مسلك الاندماج. الجواب 1. تباطؤ. الجواب 2. سؤال رقم 12. الشتا نازلة مجهدة. يمكن لي نسوق بأضواء الوضع وحدهم. الجواب 1. بأضواء التقابل. الجواب 2. بأضواء الضبابة ديال القدام. الجواب 3. بأضواء الضبابة ديال الخلف. الجواب 4. سؤال رقم 13. باش نتوقف من الواجب نخلي أضواء الوضع مشعولين. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 14. عند الاقتراب من ملتقى الطرق من الواجب نقص من السرعة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. يمكن لي ننبه بواسطة المنبه الصوتي. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 15. مسافة الكبح كتعلق بالسرعة. الجواب 1. بالالتحام. الجواب 2. بوقت رد الفعل. الجواب 3. سؤال رقم 16. بسرعة 90 كيلومتر في الساعة وفي ظروف عادية
مسافة الوقوف هي تقريبا 27 متر. الجواب 1. 54 متر. الجواب 2. 81 متر. الجواب 3. سؤال رقم 17. بسرعة 120 كيلومتر في الساعة وفي ظروف عادية مسافة الوقوف هي تقريبا 72 متر. الجواب 1. 81 متر. الجواب 2. 144 متر. الجواب 3. سؤال رقم 18. المنطقة الخطيرة كتبدا على بعد 200 متر. الجواب 1. كتبدا على بعد 150 متر. الجواب 2. كتمتد على طول 200 متر. الجواب 3. كتمتد على طول 150 متر. الجواب 4. سؤال رقم 19. الإشارات الطرقية كتسمح بالمرور للعربات اللي كتحمل المواد الخطيرة واللي الوزن ديالها أقل من 3 طن ونص. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 20. كيصبح التجاوز ممنوع من عند العلامة. الجواب 1. على بعد 60 متر. الجواب 2. على بعد 150 متر. الجواب 3. سؤال رقم 21. الإشارات الطرقية كتعلمني على أن الانعطاف إجباري. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. كتجبرني ندور على اليسار. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 22. من الواجب نعطي حق الأسبقية للعربات اللي جاية من اليسار وحدهم. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. سؤال رقم 23. عند مقروبة من هذه العلامة نتجنب استعمال المنبه الصوتي. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. هناك خطر مرور العربات ذات الأسبقية. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 24. على بعد 1000 متر غادي نوجد مطعم. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. يمكن لي نتزود بالوقود. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 25. باش نتجه لعين عتيق نقص من السرعة. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. نشد اليمين. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 26. هاد الإشارات المرسومة على الطريق كتعلمني على أن التجاوز مسموح به في هاد الطريق. الجواب 1. كتنبهني على أن التجاوز غيصبح ممنوع. الجواب 2. من الأفضل البقاء في المسلك ديال اليمين. الجواب 3. سؤال رقم 27. على بعد 500 متر ممنوع على عربات نقل البضائع تكمل في هاد الطريق. الجواب 1. التجاوز ممنوع على عربات نقل البضائع. الجواب 2. المسلك الثاني خاص بعربات نقل البضائع. الجواب 3. سؤال رقم 28. شرب الكحول مع الأدوية كيزيد من معدل الكحول في الدم. نعم. الجواب 1. لا. الجواب 2. تأثير الكحول. نعم. الجواب 3. لا. الجواب 4. سؤال رقم 29. عند المراقبة من الواجب عليا الإدلاء برخصة السياقة. الجواب 1. الورقة الرمادية. الجواب 2. ورقة التعريف الوطنية. الجواب 3. شهادة التأمين.
الجواب 4. سؤال رقم 30. تناول بعض الأدوية يمكن يتسبب في زيادة من وقت رد الفعل. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. السؤال رقم 31. على نفس المحور ديال عربة جديدة ممنوع استعمال عجلات ذات بنية مختلفة. نعم الجواب 1، لا الجواب 2. ممنوع استعمال عجلات ذات علامة مصنع مختلفة. نعم الجواب 3، لا الجواب 4. سؤال رقم 32. استهلاك البنزين كيتغير نتيجة ضبط المحرك على سرعة قليلة. الجواب 1. حالة مصفاة الهواء. الجواب 2. لتوفير الوقود من الواجب نتجنب الفرملة بقوة. الجواب 3. السياقة بسرعة قليلة. الجواب 4. السؤال رقم 33. من الأفضل وضع الحقائب على السقف ديال السيارة. الجواب 1. في حقيبة السيارة. الجواب 2. في مؤخر العربة. الجواب 3. سؤال رقم 34. باش ندور على اليمين غادي نعطيه حق الأسبقية. اليسر فقط. الجواب 1. اليمين فقط. الجواب 2. اليسر واليمين. الجواب 3. السؤال رقم 35. باش ندور على اليمين ندوز بحذر. الجواب 1. نوقف. الجواب 2. سؤال رقم 36. ندوز. الجواب 1. نوقف. الجواب 2. السؤال رقم 37. نعطي حق الأسبقية. اليسر فقط. الجواب 1. اليمين فقط. الجواب 2. اليسر واليمين. الجواب 3. ما نعطيش حق الأسبقية. الجواب 4. سؤال رقم 38. عندي حق أسبقيات المرور. نعم الجواب 1. لا الجواب 2. من الواجب ننقص من السرعة. نعم الجواب 3. لا الجواب 4. السؤال رقم 39. عند علامة قف من الواجب نوقف عند العلامة. الجواب 1. نوقف عند الخط. الجواب 2. نعطي حق الأسبقية اليمين. الجواب 3. نعطي حق الأسبقية اليسر. الجواب 4. سؤال رقم 40. ندوز. الجواب 1. نعطي حق الأسبقية. الجواب 2.